السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة هنشرح درس ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. طبعا الدرس اللي فات كان عن الحملة الفرنسية، وآخر حاجة خدناها في الدرس ده إن خروج الحملة الفرنسية على مصر. طبعا لما خرجت الحملة الفرنسية من مصر حصلت فوضى ومشاكل كتيرة بسبب إن إنجلترا والدولة العثمانية والمماليك كانوا عايزين يفرضوا سيطرتهم على مصر. كل واحد فيهم يعني خناقة، يعني بيتخانقوا عشان كل واحد فيهم هو اللي يحكم ويتولى حكم مصر. طبعا الصراعات ديت اللي كانت بين المماليك والعثمانيين وانجلترا، وده دليل على طمعهم، طمعانين في دولتنا، طبعا طمعانين في مصر وعايزين يسيطروا عليها. وفعلا قامت ثورة الشعب المصري في مارس 1804، وده كان بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. وظهرت هنا شخصية محمد علي أثناء هذه الثورة، لأن هو كان خايف على جنوده، وإحنا طبعا عارفين إن محمد علي كان قائد جند في الجيش العثماني. فابتدى يقرب من العلماء والمشايخ والأهالي، وابتدى يبذل قصارى جهده ووعدهم بده إن هو هيرفع الضريبة عن الناس. واقترح كمان تعيين خورشيد باشا والي على مصر، وتم فعلا تعيين خورشيد باشا من قبل السلطان العثماني. ده بيبين للشعب طبعا المصري شخصية محمد علي وقد ايه تأثيره برضو على السلطان العثماني. وابتدى محمد علي يكسب عطف الشعب المصري وثقة زعمائه. واحنا طبعا عارفين الشعب المصري بيحب الناس كلها، وابتدى يصدق ان محمد علي رجل عادل يكره الظلم. وفي 13 مايو 1805 اجتمع زعماء الشعب المصري والعلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة. ليه بقى؟ عشان يقرروا ان هم يعزلوا خورشيد باشا، لان وكمان الشعب المصري كان عايز يعين محمد علي والي على حكم مصر. وده طبعا بعد ما أخذوا عليه العهود والمواثيق بأنه يحكم بالعدل. وبعد كده السلطان العثماني أصدر فرمان في 9 يوليو 1805. الفرمان دوت عبارة عن إن هو عزل فيه خورشيد باشا، وفعلا قام بتعيين محمد علي وليا على حكم مصر. وطبعا كلمة فرمان معناها ده أمر سلطاني بيصدر من قبل السلطان الدولة العثمانية، وده واجب التنفيذ. وأصبح يوم 13 مايو 1805 يوم مهم جدا في تاريخ مصر الحديث، لأن دي تعتبر أول مرة آه، السلطان العثماني يأخذ برأي الشعب في إن هو يعين والي، وده بإرادة الشعب.